في أوروبا في فرق بتكسب بطولة، موسم عظيم، ليلة تاريخية، وصورة بالكاس. وفي فرق تانية مش بس بتكسب، دي بتخلق حقبة كاملة، سنين من السيطرة، سنين محدش يقدر يوقفها، سنين من الأورا اللي بتهزم بيها المنافس قبل الماتش حتى ما يبدأ. وما بين الاتنين دول في نوع تالت قدر يحكم دوري لسنين ويقدم مواسم أسطورية ويكون من أشرس المنافسين على البطولة الأغلى، لكن قدام باب أوروبا القدر بيقفل بابه في اللحظة الأخيرة. يوفنتوس أليجري كان ملك إيطاليا بلا منازع، هيمنة، سلاسل فوز مرعبة، دفاع حديدي يخنق أعظم هجوم في العالم. النهاردة هنحكي قصة حقبة كان فيها يوفنتوس الضلع الرابع لمربع مرعب أي فريق فيه كان قادر ياكل أوروبا كلها لوحده. لكن في النهاية التاريخ ما بيسألش مين اللي كان الأقرب، التاريخ بيسأل مين اللي رفع الكاس. فيا تبقى بطل يا تبقى مجرد فصل في قصة البطل. في نهاية موسم 2006 قبل أيام من انطلاق مونديال ألمانيا، زلزال بيضرب الدوري الإيطالي، فضيحة الكالتشيو بولي اللي معظمنا عارفها، واللي بسببها انهار واحد من أعمدة الكالتشيو، السيدة العجوز يوفنتوس، اللي اتخصم منه لقبين دوري وهبط للعب في الدرجة الثانية. ويا ريتها جت على كده، ده رحل عنه أبرز نجومه زي إبراهيموفيتش وكانافارو وباتريك فييرا وليليان تورام. واليوفي اللي أكتر نادي حقق الكالتشيو اتحول لفريق عادي، غياب عن منصات التتويج في البطولات الكبيرة، ومشجعين الفريق شافوا الميلان والإنتر وهما بيحققوا الأبطال وفريقهم بيضمن مركز مؤهل بصعوبة. النادي اللي لعب له أساطير زي بلاتيني وزيدان ونيدفيد ما عادش جذاب للنجوم زي زمان. سنين عدت ونوصل لصيف 2011 عشان من عنده بدأت رحلة إنقاذ اليوفي. أندريا أنيلي تولى رئاسة النادي واستعان بخدمات بيبي ماروتا، واحد من أذكى مديرين الصفقات في إيطاليا. وعشان المشروع يكمل أنيلي عين أنطونيو كونتي ابن النادي اللي سبق وحقق معاهم دوري الأبطال في موسم 96 مدير فني للفريق. ومن هنا بدأ اليوفي في العودة للأضواء. ماروتا خطف المايسترو أندريا بيرلو من ميلان ببلاش، وتعاقد مع فيدال من باير ليفركوزن، تغيير طريق مانشستر يونايتد وقتها الشاب بول بوجبا، بالإضافة لأسماء تانية زي كارلوس تيفيس وباتريس إيفرا وغيرهم. اليوفي مش بس عدل الواجهة، ده اكتسح إيطاليا كلها. مع أنطونيو كونتي حققوا 3 دوري متتالي، منهم موسم بدون هزيمة في 2012. وفي الموسم الثالث لأنطونيو كونتي مع السيدة العجوز، اليوفي بيحقق إنجاز تاريخي، بيختم الدوري في الصدارة ب 102 نقطة. مفيش نادي في الدوريات الخمسة الكبرى عملها في القرن ال21. بس ثانية واحدة، النجاحات المحلية قابلها إخفاق أوروبي كبير. اليوفي مع كونتي وصل ربع النهائي في موسم 2013، خسر برباعية من بايرن ميونخ، وفي 2014 ودع البطولة من دور المجموعات بعد ما حل في المركز الثالث في مجموعة بتضم الريال وجالاتا سراي وكوبنهاجن. يمكن ده واحد من أسباب الخلافات بين كونتي والرئيس أنيلي اللي كان بيطمح للذهاب بعيد في دوري الأبطال. فبعد موسم 2014 رحل كونتي عن صفوف الفريق عشان يدرب منتخب إيطاليا. أنيلي كان شايف ريال مدريد بيحقق العاشرة المستعصية مع مدرب إيطالي اللي كان كارلو أنشيلوتي، واللي سبق وحقق البطولة مع ميلان مرتين. وهنا أنيلي قرر يتعاقد مع ماسيميليانو أليجري واللي كان مدرب الميلان قبلها. مش بس كده، ده تعاقد مع ألفارو موراتا على سبيل الإعارة من ريال مدريد. ويمكن ده كان واحد من أنجح قرارات أنيلي ويوفنتوس في الموسم ده، لأن موراتا شكل ثنائية هجومية ممتازة مع كارلوس تيفيس. وقبل العبث اللي يعمله مع الريال في فترته الثانية ومع أتلتيكو ومع تشيلسي، فالواد ده كان مهاجم جامد مع يوفنتوس. يوفي بدأ الموسم بقوة في الدوري، الفريق فاز بأول 6 ماتشات، فازوا على روما وأتلانتا وميلان، وكارلوس تيفيس عمل انطلاقة روعة ب6 أهداف. لكن في دوري الأبطال يوفي كان في مجموعة بتضم أتلتيكو مدريد ووصيف النسخة اللي قبلها مع مالمو السويدي وأولمبياكوس اليوناني. في شهر أكتوبر يوفي تلقى أول خسارة ليه في الموسم ضد أتلتيكو مدريد بهدف من أردا توران. مش بس كده، ده كمان تلقى أول خسارة في الدوري من جينوا في الأسبوع التاسع. And it's a good save, Perin. Now Tevez. وفي الجولة الثالثة من دوري الأبطال الفريق خسر من أولمبياكوس اليوناني 1-0، خسارة تانية على التوالي في المجموعات خلت جمهور اليوفي كده يحسس على المسدس في جيبه. شكلنا كده هنودع من دور المجموعات زي الموسم اللي قبله ولا إيه؟ لكن أليجري قرر يتجاوز الخسائر دي ويدور الضرب في كل اللي يقابله في إيطاليا وبراها. يوفنتوس بفضل ثنائي الدفاع القوي بونوتشي وكيليني قدر يحقق سلسلة لا هزيمة في الكالتشيو امتدت ل20 مباراة على التوالي. يوفنتوس ما خسرش
خسرش في الدوري بعد خسارة جينوا إلا في الجولة 30 من بارما. وفي دوري الأبطال أليجري انتقم من هزيمة أولمبياكوس في اليونان، قدر يكسبهم في الأليانز ستاديوم 3-2. ووقت الزمن الجميل، موسيقى الكرة، إنه موسيقى الكرة. وقرر الفوز على مالمو السويدي في الجولة الخامسة، وخطف نقطة من تعادل سلبي مع أتلتيكو مدريد عشان يتأهل لدور ال16 كوصيف للمجموعة خلف الروخي بلانكوس. جمهور يوفنتوس كانوا مدركين إن فريقهم مفيش خوف عليه في الدوري، لأن الفوارق بينه وبين المنافسين كبيرة. يوفي في الموسم ده ما خسرش من أي فريق كبير في إيطاليا. يوفي ما خسرش في الدوري غير من جينوا وبارما وتورينو بس. وفي كأس إيطاليا يوفي خسر ماتش واحد في ذهاب الدور ربع النهائي على ملعبه من فيورنتينا. أكيد كلنا فاكرين الماتش ده عشان يوميها سجل الملك المصري ثنائية على السيدة العجوز. لكن كالعادة اليوفي ردوا على الإهانة بانتقام قوي في ماتش العودة اللي انتهى 3-0 لليوفي. كده يوفي تقريبا خلص الدوري وتأهل لنهائي الكاس، لكن الجمهور وأنيلي كانوا عاوزين الأبطال، البطولة اللي غايبة عن خزائن النادي من موسم 96. في دور ال16 اليوفي واجه خصم شرس الجراد الأصفر دورتموند، والفريق ده كان وصيف نسخة 2013 واللي برضه كان على وشك انه يعمل ريمونتادا على ريال مدريد في ربع نهائي 2014. والأهم من ده كله ان ده الفريق اللي هزم يوفنتوس في نهائي موسم 97. لكن الجراد الأصفر على نفسه، لأن مستر أليجري في الموسم ده ما اعتمدش حد، كسبهم رايح جاي 2-1 في إيطاليا و3-0 في السيجنال إيدونا بارك. وكالعادة الثنائي تيفيس وموراتا هم اللي سجلوا أهداف يوفنتوس في الماتشين. أما في ربع النهائي اكتفى بهدف واحد من ضربة جزاء لفيدال في ماتشين ضد موناكو الفرنسي. هدف واحد في 180 دقيقة كان كافي جدا يوصل يوفنتوس لنص النهائي. هنا فيدال ويضعها في المقص حلوة. لكن المشكلة هنا ان خصم يوفنتوس في السيمي فاينال هو ريال مدريد، بطل النسخة اللي قبلها واكتر فريق حقق البطولة في تاريخها. والاهم من كل ده ان ده الفريق اللي حرم يوفنتوس من التتويج بدوري الابطال لما هزمهم في نهائي 98، وده برضه نفس الفريق اللي تسبب في خروجهم من دور المجموعات في موسم 2014. فاليوفي بيدخل شهر مايو وهو بطل للدوري رسميا، لكن مواجهة ريال مدريد بقيادة كريستيانو رونالدو اللي بيقدم واحد من افضل مواسمه التهديفية تحدي صعب قوي، مش ليوفنتوس بس، ده لأي فريق في أوروبا. وفي يوم 5 مايو 2015 بيستضيف يوفنتوس النادي الملكي على ملعب أليانز ستاديوم. موراتا بيواجه فريقه اللي علمه يلعب كورة، وفي الدقيقة 9 بيرحب بيهم على طريقته الخاصة بهدف يولع مدرجات ملعب الأهلي. دمر الإسبان السيد العجوز. لكن الدون كريستيانو عاشق شباك بوفون بيرد بهدف في الدقيقة 27 بعد أسيست خيمس رودريجيز. هو القناص رونالدو عشان ينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي. وفي الشوط الثاني في الدقيقة 58 بالظبط بيحتسب الحكم الإنجليزي مارتن أتكنسون ركلة جزاء ليوفنتوس، وطبعا كارلوس تيفيس هيحولها للهدف الثاني في شباك النادي الملكي. يمشي تيفيز جول. المباراة كانت اون فاير بكل المعاني، لكن أليجري بيطبق القاعدة اللي بيؤمن بيها: من أراد المتعة فليذهب للسيرك. وبعد ما تقدم بهدف قفل دفاعاته ضد هجمات الريال طول الماتش. أما لقاء العودة على ملعب البرنابيو لعيبة الملكي نزلوا الملعب وعينهم على الفوز، لكن هتبص على التشكيلة هتلاقيها ناقصة عناصر كتير قوي، ولاعيبة بتلعب في مراكز غير مراكزها، كل ده عشان الإصابات اللي ضربت الفريق. لكن مع ذلك الريال قدم مباراة كبيرة، طوفان هجومي من الBBC، هجمات من كل النواحي والاتجاهات، ضغط رهيب من الجمهور في مدرجات البرنابيو. ونتيجة لكده تحصل الملكي على ركلة جزاء في الدقيقة 23 حولها كريستيانو لهدف أول. رونالدو البرتغالي بحثا عن 10 أهدافه، يتقدم كريستيانو جول. ريال مدريد على البرنابيو مش هيكتفي بكده وهيضغط ويعوز يجيب التاني والتالت. أما يوفنتوس اعتماده الكامل كان على المرتدات، ومع بداية الشوط الساعة ريال مدريد سدد على يوفنتوس 22 تسديدة، منهم 6 على مرمى بوفون، ومع ذلك الريال ما قدرش يسجل غير الهدف اللي سجلوه من ضربة جزاء. ومع صفارة الحكم احتفل لعيبة يوفنتوس بالتأهل للنهائي وإقصاء بطل أوروبا. لكن في مشكلة، خلصت من ريال مدريد طلع لك برشلونة في الفاينل. برشلونة
بالام اس ان اللي عاملين موسم اسطوري. الكيمستري والتكامل اللي كان بين ميسي ونيمار وسواريز كان شيء مش طبيعي، شيء ما حد شافه قبلهم ولا حد هيشوفه بعدهم. فكده عرفنا طرفين الفاينل. لكن قبل ما اليوفي يروح يلعب فاينل الابطال كان عنده فاينل كأس ايطاليا اللي كان يوم 20 مايو ضد لاتسيو، وقدر يوفنتوس يخلص المباراة 2-1 بعد ما الماتش راح لاشواط اضافية. بكده اليوفي يكون حقق الثنائية المحلية وباقي له 90 دقيقة ويختم موسم اسطوري يفك النحس اللي ملازم الفريق من موسم 96. فالفرصة تيجي تاني في نهائي برلين. الفريقين داخلين الماتش بنفس الطموحات، يوفي محقق الثنائية المحلية وكذلك برشلونة. على الورق برشلونة اقوى، لكن في كرة القدم مفيش مستحيل، وده اللي أليجري بيؤمن بيه. لكن في مشكلة برضه، ان في النهائي غاب عن يوفنتوس واحد من اهم اعمدة الدفاع، كيليني، ولعب مكانه بارزالي. أليجري كعادته اعتمد على الدفاع والضرب بالمرتدات. اما الناحيه الثانيه انريكي استحوذ على الكوره وكثف هجماته على دفاع اليوفي المتكتل. برشلونه احتاج 4 دقايق بس عشان يسجل راكيتيتش الهدف الاول بعد اسيست من انيستا. في النزعة الدفاعية، وهذه كرة اختيار لألبا واللمسة لنيمار داخل منطقة الجزاء، يعدي أم لا؟ والإمكانية جول 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 جول. وينتهي الشوط الاول 1-0 للبلوجرانا. أليجري اتحط في موقف لازم يتصرف فيه، انت خسران وقدامك 45 دقيقة، فانت عايز تسجل فهتهاجم فهتفتح الماتش، لان انت كده ما عندكش حاجة تخسرها. ويبدأ الشوط الثاني موراتا يسجل التعادل في الدقيقة 55. الماتش ولع وأليجري الماتش رجع في ايده تاني. لكن قدام برشلونة 2015 انت مهما حاولت مستحيل تخرج من الماتش من غير اي لدغه من ثلاثي الهجوم، واللدغه جت عن طريق البيستوليرو لويس سواريز بالهدف الثاني في الدقيقه 68. ومن بعد الجون ده الماتش شبه انتهى، عشان في الدقيقه 90 يسجل البرازيليرو نيمار دا سيلفا الهدف الثالث وينتهي الماتش بفوز برشلونه. هذه كرة جول، هذه كرة فيها جول، كرة لبيدرو، بيدرو نيمار يسدد جول. يوفنتوس يخسر النهائي السادس في دوري الأبطال، وتستمر لعنة النهائيات اللي ملازمة السيدة العجوز في أمجد الكؤوس الأوروبية. وينتهى موسم عظيم لولا تدخل برشلونة في آخر 90 دقيقة من الموسم. يوفنتوس بعد موسم 2015 بيفقد كتير من عناصر قوته في خط الوسط والهجوم. اندريا بيرلو بيعتزل كرة القدم، تيفيز بيرحل عن الفريق، ارتورو فيدال بينتقل لبايرن ميونخ ومعاه الشاب كينجسلي كومان، انيلي بمساعدة ماروتا بيعوضوا الثلاثي اللي رحل بالموهبة الواعدة الجوهرة باولو ديبالا اللي جاي من نادي باليرمو، والمهاجم ماريو مانزوكيتش من اتلتيكو مدريد، والظهير كوادرادو من تشيلسي، بالإضافة لسامي غديرة من ريال مدريد. لكن اليوفي بيبدأ الموسم بشكل كارثي في الدوري. في أول 10 مباريات الفريق بيكسب 3 ويخسر 4 مباريات ويتعادل في 3. السبب في ده إن أليجري بيحاول يجرب رسم تكتيكي جديد في ماتشات الدوري. أوقات كتير بيتخلى عن ال3-5-2 اللي الفريق بيلعب بيها من أيام كونتي، واللي أليجري نفسه كان بيلعبها الموسم اللي قبله. أليجري حاول يفتح الملعب ويلعب 4-3-3، لكن النتيجة كانت كارثية زي ما قلت لك، وده اللي خلاه يرجع لمنطقة الأمان بتاعته واللعب بالثلاثي كيليني وبونوتشي وبرزالي، والاعتماد على كوادرادو وإيفرا واثنين مهاجمين هم ديبالا ومانزوكيتش. ونبدأ بدور المجموعات. يوفي هزم السيتي رايح جاي، وهزم إشبيليا، وتعادل رايح جاي مع مونشنجلادباخ عشان القرعة توقعهم ضد أصعب احتمالية، وهي مواجهة فريق من عمالقة القارة والاصطدام بالعملاق البافاري بايرن ميونخ بقيادة بيب جوارديولا. كده فريقين من أضلاع المربع الذهبي الموسم 2015 هيواجهوا بعض في دور ال16، واحد هيكمل وواحد هيودع. نرجع للدوري اللي اليوفي بدأ يستعيد التوازن فيه بعد ما أليجري ثبت تشكيلة 3-5-2، ومن بعد الجولة ال10 حقق 15 فوز متتالي، منهم 3 على نابولي وروما وميلان. سلسلة فوز رجعت يوفنتوس للمنافسة على الصدارة من جديد. ديبالا ومانزوكيتش وكوادرادو قدموا مستوى مميز جدا مع اليوفي في الفترة دي. وفي يوم 19 فبراير يوفنتوس استقبل بايرن ميونخ في ذهاب دور ال16. الثنائي فيدال وكومان رجعوا ملعب
ملعب الاليانز عشان يواجهوا فريقهم القديم. أليجري كعادته ركن الأتوبيس واعتمد على المرتدات. توماس مولر يسجل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني يسجل أريان روبن هدف التعزيز في الدقيقة 55. لحد كده تمام. قبل اللي جاي بقى، باولو ديبالا في أول ليلة أوروبية كبيرة ليه يسجل هدف تقليل الفارق في الدقيقة 63. الدقيقة 76 يسجل البديل ستيفانو هدف التعادل عشان الحسم يتأجل لمباراة العودة في الأليانز أرينا. وفي يوم 16 مارس بيستضيف بايرن ميونخ يوفنتوس في واحدة من أفضل الماتشات في تاريخ بطولة دوري الأبطال، ودي مش مبالغة. يوفنتوس سجل هدفين على بايرن ميونخ في أول نص ساعة من الماتش. بوجبا خطف الأول في الدقيقة 5 وكوادرادو سجل الثاني في الدقيقة 28. أليجري عمل اللي هو عايزه وسجل الهدفين وركن الأتوبيس. أما الناحية التانية بيب جوارديولا بيدفع بكل أوراق قوته. كوان بيرنات بدل مهدي بن عطية، كومان بدل ألونسو، وفي الدقيقة 73 بيسجل البومبر ليفاندوسكي هدف تقليل الفارق عشان مدرجات الأليانز تنفجر بصخب الجماهير ويعيش لعيبة اليوفي أصعب دقايق في البطولة. ضغط بايرن الرهيب وهجماتهم المتتالية نتج عنه هدف من رأسية في الدقيقة 91 من توماس مولر. بكده يروح الماتش للإكسترا تايم، لكن بيب جوارديولا بيواصل تبديلاته. بيسحب فرانك ريبيري ويدخل تياجو الكانتارا اللي يسجل الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 108. مش بس كده، كومان اللاعب السابق ليوفنتوس بيطلق رصاصة الرحمة على السيدة العجوز ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 110 عشان يودع يوفنتوس الأبطال من دور ال16 ويتأجل حلم التتويج بذات الأذنين حتى إشعار آخر. بعد الخروج من دور ال16 اليوفي فش غله في فرق ايطاليا، وقلت لك انه حقق قبل مواجهه البايرن 15 فوز متتالي. ايه رايك بقى انه في الفتره من اواخر فبراير لغايه اول شهر مايو فاز ب10 ماتشات متتاليه وحسم لقب الدوري برصيد 91 نقطه مقابل 82 لنابولي الوصيف. مش بس كده، يوفي حقق كاس ايطاليا للمره الثانيه على التوالي، وفي طريقه للتتويج باللقب هزم لاتسيو في ربع النهائي ونجا من ريمونتادا ضد انتر في نص النهائي، وخطف مراتا هدف الفوز ضد الميلان في الاشواط الاضافيه في النهائي عشان ينهي يوفنتوس الموسم بسيطره محليه كالعاده، لكن ما زالت العيون كلها على اوروبا. في صيف 2016 أندريا أنيلي ومعاه ماروتا بيواصلوا تعزيز خطوط الفريق على أمل التتويج بالبطولة الغايبة. اليوفي بيعامل أندية إيطاليا زي ما بايرن بيعامل أندية ألمانيا، كل ما نجم يتألق مع فريق يتعاقدوا معاه. هيجوايين هداف الدوري هاته وخد 90 مليون يورو عشان يبقى أغلى صفقة في تاريخ الكالتشي وقتها. بيانيتش مقدم موسم كويس مع روما هاته. البايرن مش عاوز مهدي بن عطية هاته هو كمان ما يضرش. داني ألفيش هيسيب برشلونة وماله هاته يلعب معانا. لكن في المقابل خرج من عندهم بول بوجبا لمانشستر يونايتد مقابل 100 مليون يورو، ده غير موراتا اللي رجع لريال مدريد مرة تانية. ميركاتو يوفنتوس في صيف 2016 خلى يوفنتوس واحد من أقوى التشكيلات اللي موجودة في أوروبا. أليجري بيبدأ الموسم الجديد وعينه على دوري الأبطال لأن ببساطة الجمهور اتعود على الفوز بالدوري والكاس. بدأ الموسم بقوة ب3 فوز على التوالي ضد فيورنتينا ولاتسيو وساسولو، لكنهم بيخسروا من انتر ميلان في جوزيب مياتزا 2-1 ويرجعوا يحققوا الفوز في 4 جولات متتالية، لكنهم بيروحوا مدينة ميلانو تاني وبيخسروا المرة دي من ميلان، وبيفضلوا على الوضع ده لغاية نهاية الدور الأول. فالنجاح الحقيقي بالنسبة للإدارة والجمهور هو التتويج بدوري الأبطال. في الموسم ده يوفنتوس كان في مجموعة سهلة جدا بتضم إشبيليا وأولمبيك ليون ودينامو زاغرب. مستر أليجري اتعلم من درس الموسم اللي فات وقرر إنه يخلص المجموعة في الصدارة عشان ما يخبطش في حد من الكبار في دور ال16، إلا إن يوفنتوس اكتسح دينامو زاغرب برباعية بره ملعبه وهزم ليون في فرنسا 1-0 ورجع اتعادل معاه في إيطاليا 1-1 وراح هزم إشبيليا في البيزيخوان 3-1، وكده يوفنتوس جمع 14 نقطة وتأهل في صدارة المجموعة، وبالتالي القرعة حطته في مواجهة سهلة في دور ال16 مع بورتو البرتغالي. مش بس كده، يوفنتوس قدر انه يتأهل لنهائي كاس إيطاليا ضد لاتسيو، وفي طريقه للنهائي أطاح بأتلانتا في دور ال16 وميلان في ربع النهائي ونابولي
في نص النهائي. وبعد ما حسم الدوري وحط رجله في نهائي الكاس، فمحليا يوفنتوس مش عايز حاجة تاني، هو عايز دوري الأبطال. فريق أليجري في دوري الأبطال كان مرعب لدرجة كبيرة، خصوصا من الناحية الدفاعية. في دور ال16 كسب بورتو في البرتغال 2-0، وفي إيطاليا 1-0 بركلة جزاء ديبالا. وفي الدور ربع النهائي أليجري واجه لويس إنريكي مرة تانية. برشلونة اللي حرمه من التتويج قبل موسمين، واللي لسه عامل ريمونتادا تاريخية على باريس سان جيرمان، رغم ان الشكل العام لبرشلونة بعد الريمونتادا بقى حاجة في منتهى الرعب. لكن أليجري ما اعتمدش الكلام ده، وحان وقت الانتقام يا انريكي. المستر بدأ ب4-2-3-1 عشان يعمل كثافة في نص الملعب ويحد من خطورة انيستا وراكيتيتش. وفي حضور الMSN اتألق الأرجنتيني، بس مش ميسي، باولو ديبالا، اللي سجل هدفين أجمل من بعض. ده غير رأسية كليني عشان ينتهي ماتش الذهاب بثلاثية ليوفنتوس في شباك برشلونة. وقبل ماتش الإياب إنريكي صرح إن فريقه قادر على العودة، لكن لما بدأ الماتش أليجري ركن الأتوبيس من تاني. برشلونة بكل نجومها بالMSN معرفوش يسجلوا هدف واحد على شباك بوفون، وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي عشان يتأهل يوفنتوس لنص النهائي ويقابل موناكو الفرنسي بقيادة الموهبة الصاعدة كيليان امبابي وراداميل فالكاو. موناكو مخرج مانشستر سيتي من ربع النهائي ودورتموند من دور الثمانية، لكن هيجوين قدر يخلص ماتش الذهاب بهدفين. وفي ماتش العودة اليوفي قرر الفوز على فريق الإمارة الفرنسية 2-1 عشان يتأهل أليجري للنهائي للمرة الثانية في 3 مواسم. خلال شهر مايو اليوفي توج رسميا بالدوري وحقق كاس ايطاليا بعد ما فاز على لاتسيو في النهائي 2-0. بكده البيانكونيري حقق الثنائيه المحليه واستعد لنهائي دوري الابطال على امل التتويج بالبطوله المستعصيه. لكن المره دي برضه الخصم كان ريال مدريد بقيادة زيدان، بطل أوروبا موسم 2016، النادي الملكي اللي عنده طار شخصي مع يوفنتوس أليجري. كريستيانو اللي سجل خماسية على نوير وثلاثية على أوبلاك. منسيش أبدا إن اليوفي كانت سبب في حصرته قبل موسمين. اليوفي لحد الوقت ده هو أقوى دفاع في أوروبا، فريق من أول ماتش في دوري الأبطال لغاية النهائي ما استقبلش غير 3 أهداف فقط. الMSN بجلالة قدرهم لعبوا 180 دقيقة قدام منظومة دفاع يوفنتوس وعجزوا ان هم يهزوا شباك العملاق بوفون. اما ريال مدريد حسم الليجا وبيسعى للتتويج بدوري الابطال عشان يكون اول فريق يفوز بيها مرتين بعد النظام الحديث. وفي يوم 3 يونيو 2017 ملعب الميلينيوم في كارديف بيستقبل نهائي دوري ابطال اوروبا بين البيانكونيري والميرينجي مدريد. كلنا فاكرين كويس ايه اللي حصل في النهائي. كريستيانو عاشق شباك بوفون يسجل الهدف الاول بعد اسيست كارفاخال في الدقيقه 20. كارفاخال رونالدو جول 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 جول. متعود دايما ضربهم مدريد، ضربهم كريستيانو رونالدو. انا بقول في البدايات انه رونالدو واخد برشا عن جيجي بوفون. اليوفي ما بيستسلمش، مانزوكيتش بيرد بمقصية ولا أجمل في شباك كيلور نافاس عشان ينتهي الشوط الأول بالتعادل. راسية بيبيتا هي للملايين. نرجع للأمور البنكية. 80 مليون يورو البطل، ما زالت ريالية. تعادل مانزوكيتش يا سوبر يا ماريو. اما في الشوط الثاني الفوارق الفنيه بين الفريقين بتبان بوضوح. ريال مدريد في الموسم ده كان بيلعب الشوط الاول بشكل والشوط الثاني ينزل بشكل تاني خالص، وده اتكرر برضه في الفاينل. الريال اكتسح يوفنتوس حرفيا، كاسيميرو سجل الثاني من تسديده صاروخيه، لوكا مودريتش بينطلق من الجهه اليمين ويبعت عرضيه ناحيه منطقه الجزاء عشان رونالدو يسبق الكل ويسجل الهدف الثالث، وبالجون ده يبقى هداف دوري الابطال. اما الكابيتانو سيرخيو راموس بخبث ومكر يلبس كوادرادو الكارت الاحمر، والبديل اسينسيو اللي سبق وسجل الرابع على نوير في اياب ربع النهائي بيطلق رصاصة الرحمة على بوفون في الدقيقة 91 بهدف رائع. هدف مارسيلو عمل فيه مجهود كبير عشان يوصل الكرة على طبق من ذهب لاسينسيو. بوفون اللي طول البطولة ما دخلش مرماه الا 3 اهداف استقبل في ماتش واحد 4 اهداف من ريال مدريد. العيب ما كانش في بوفون ولا في أليجري
ولا في يوفنتوس. الفريق ده صمد ضد ميسي ونيمار وسواريز ومبابي وفالكاو. لكن ريال مدريد نسخة 2017 في دوري الأبطال بالذات كان فريق خارق بكل معنى الكلمة. أليجري في 2015 و2017 ما كانش سيء. يوفنتوس سيطر، أرعب، فرض نفسه. أليجري كتب حقبة كاملة في إيطاليا، لكن أوروبا ما كتبتش اسمه في آخر صفحة. مش لأنه كان أقل، لكن أوروبا وقتها كان ليها أسياد تانيين، ودي كانت حكاية فريق كان على بعد خطوة، والخطوة دي غيرت التاريخ. انا كريموفيتش من قناة نمبر 10، ولو القصة دي عجبتك يا كينج فانت تعمل اشتراك بقى وتعمل لايك للفيديو، عشان في قصص تانية جاية احلى من كده بكتير. وخليك فاكر ان لسه بدري قوي على نهاية القصة.